رمضان مبارك على الجميع، على كل واحد فيكم، وينعاد عليكم الصحة والعافية وعلينا وعلى الجميع يا رب. وإن شاء الله رمضان الجاي يكون ببلدنا الغالي سوريا إن شاء الله يا رب. فلوق جديد كثير مستعجل، كثير في عنا شغل، فهلا فايق من النوم متأخر ربع ساعة وعم أعبي بنزين وبدي أطلع، كثير شغل. شو عنا اليوم ما بعرف، رح ورجيكم ورح تشوفوا. اليوم في عندي شغل موديل لشركة يابانية، رح نشوف شو رح اشتغل لها وخلونا نحكي أكثر. أحلى شغلة بالسويد إنه فيك تعبي بنزين بدون ما حدا يوقف على الكازية أبدا، يعني فيك تعبي بعدين تروح تدفع عادي، بدك كاش بدك كارت عادي، بس ما في رجل كازية بوقف هون على الكازية مثلا ببيع أشياء أو زحمة وعالم مستنى، لا بتعبي لحالك وتروح بتدفع لحالك، حتى ما حدا بقول لك ابدا مثلا ليش ما دفعت او وين الدفع او وين الخزر، لا ابدا. رح ناخذ الفاتوره وبعدين اطلع السياره ونلحق الشغل نشوف شو رح يصير معنا. مشان هيك تاكسي بك 3 كيلو. هلا اخذنا الفاتوره. هون كثير مهم بالسويد انه تحفظ الفاتوره، لانه بيلزموا كثير، انه في مصلحه الضرائب ايام بتقول لك وين رحت بها المصاري، هي المصاري اللي عم تنصرف لك، فلازم تثبت وين المصاري هي. فنحن بنحفظ فواتير مشان دائما اذا صار شيء نعطيهم الفاتوره ونرجع لهذا الشيء. بالسويد يوم تطلع الشمس هذا يعني انه هو يوم عيد، انه يوم جميل راح يكون، لانه من النادر الايام اللي بتطلع فيها شمس. راح اعطيكم لمحه صغيره عن فلوق اليوم اللي راح يصير. باختصار انا صار لي تقريبا فتره طويله بشتغل مع تلفزيونات وبشتغل مع الراديو السويدي، مع التلفزيون السويدي ومع تلفزيونات عربيه. هاي تعتبر بابليك سيرفيس، والبابليك سيرفيس ما بيسمح لي اقوم باي اعلان لاي شركه، يعني انا ممنوع اعمل اعلانات لشركه. عقودهم هيك، عقودهم احتكار، يعني فكروا لما انا اعمل اعلان لشركه او شيء، حتى لو كان صديقي يعني عنده محل او شيء فعملت له اعلان، ففكروا هدول انه انا اخذ منه مصاري باسم التلفزيون وعم سوي اعلانات، لهيك بيمنعوا الاعلانات خالص. فوصلت لمرحله انه انا بدي اوقف من التلفزيونات كلها، ارتاح يعني بشكل عام من التلفزيونات وفوت شوي بمجال الاعلانات، بمجال الدعايات والتسويق والقصص. انا بحب قصص الموديل والفاشن والقصص كثير، لانه بتحسها حلوه هيك، يعني الواحد بيطلع فيه يعبط ويضوي، فحبيت انه اجرب افوت بشغله الاعلانات والدعايات والقصص. فاليوم اول شركه عندنا هي شركه يابانيه بتسوي اكسسوارات للشباب اللي بنحطه بالايد، مثل الاسوارات وهالقصص هي. الحجر يلي موجود بهالاكسسوارات موجود هو مصنوع من حجر البركان، من بركان حي، يعني هي من اخذين الاحجار من بركان وعاملينها هالقصص. فرح نشوف اليوم ورح نتعرف على كل شيء، خليكم معنا لنمشي لحظة بلحظة. وصلنا بموقع التصوير ورح نكمل نصور صور مثل ما حكينا لكم. نحن بمكان صاير هيك ديكوره حلو، ورح ناخذ صور اولى. طبعا في 3 اماكن، مكان بمكان رح ناخذ كذا صور، رح اورجيكم اياه. هاي المكان حنسوي نارة، نجهزنا اللبس، كل شيء موجود هون بالراضي. اي حدا ما عنده الانستغرام تبعي فورا رح احط لكم بالبايو تحت الانستغرام، فيكم تروحوا فورا وتشوفوا الصور كلها. هي رح نزلها صور كثير حلوه، رح احط لكم اياها كلها بالبايو. الكل ينزل على البايو مكتوب انستغرام، يروح على الرابط ويوصل لهنيك فورا، رح يشوف كل شيء الصور صورناها اليوم. خلونا نكمل الفلوج ونشوف شو رح يصير سوا. ليتس جو. واخيرا خلصنا تصوير، تحس حالك ميت منتهي خالص. طبعا هذا الاعلان
الاول عم يشتغل لشركات، ما بدي اذكر الاسماء كلها هلا لسه ما عرضنا، فبدي اشتغل بلش بالموديل والاشياء هي. فكانت لاكسسوارات، لشركه اكسسوارات هي اللي قدام الساعه، هي مصنوعه من الذهب ومن الاحجار البركانيه، من البركان، يعني كل شيء بيطلع من البركان، احجار البركان هي. فتقريبا بلشنا ننهي الفلوج، خلينا نشوف شو رح يصير معنا. ورجعنا لكم عم نكمل الفلوج هلا. نحن عم نكمل الفلوج، فتحنا لايف على الانستغرام، فتحياتي لكل العالم يلي بالانستغرام هلا عم تكتب اسماء، رح نذكر بعض الاسماء ونوجه لهم تحيات كثير فيكم تجوا على الانستغرام وتشاركونا، رح اكتب لكم رابط الانستغرام تحت بالوصف، وهي الاسماء يلي متفاعله هلا معنا رح وجه لها احلى تحيه. انتم شايفين الكومنتات. فرح، شكرا فرح، في عندك يولي، في عندكم ايس كريم، وفي سلوى وراغب، انغام، رشوة، كنكر، في عالم كتير متفاعله معنا على الانستغرام. كاترينا شكرا لكم، كل تحياتي لكم. وفاء شكرا يا وفاء. هيفوش تكرم يا هيفوش. نور، كنجان تحيه كنجان. تحياتي لكل يلي بالانستغرام عم تابعونا هلا، تحيه كبيره لكم، تحيه لمنى ولكل الموجودين مثل ما شايفين احنا هلا لايف. وفي اكثر من 1000 واحد تقريبا، نحن كل يومين بنفتح لايف بالانستغرام. محمد مصلاوي بحبك. تحياتي للجميع على الانستغرام، وتحيه كبيره لكم جمهور اليوتيوب، فيكم تشرفونا على الانستغرام. اهلا وسهلا فيكم. خلونا نكمل الفلوج ونشوف شو راح يصير معنا اشياء ثانيه. خلوني نكمل بس بالانستغرام ونشوف شو راح يصير معنا الفلوج. لهون وصلنا لنهاية الفلوج. شوفوا حياتي كيف، لابتوباتهم، فوق اكلات، فوق دني، ملح، شغل، كل هاد بس مشان انتج لكم فلوج. وبنبعتوا من هون الفلوجات لهولندا، ولهولندا بطيروا وبصيروا غسيل والف قصة، بنبعتوا على المواقع. شوفوا قد ايه بنشتغل، كروت الذاكرة، الدنيا بكل مكان، حياتي مكركبة، 1000 لابتوب، 1000 ستاند، 1000 دني، بطارية بالشحن، كل هاد مشان اخر شي تستمتعوا باحلى فيديو شارككم يومي. فعلا لانكم تستاهلوا، لانكم ناس مميزين جدا. لهون وصلنا نهاية الفلوج. حابب احكي لكم شغلة. شوفوا شو حاطط على لما بطلع من باب البيت فلوج داي. هون لازم هالشغلات كلها هي، يعني لازم انه اساويها كلها هي اذا بدي اصور فلوج. طبعا راح افهمكم عليها قصة كلها هي كاملة ليش والقصص محطوطة على الباب البيت مشان قبل ما افتح اتذكر. يعني كثير اشياء لازم اتذكرها. عم نشتغل بطريقة كثير بروفيشنال، ان شاء الله كثير تستفيدوا منه وتحبوه كثير. البيت مكركب كثير والدنيا قايمة عليه. اخواتي بتمنى منكم بعد هالتعب كله بس لا تنسوا تحطوا لايك على الفيديو، وتفعلوا الجرس، وتشتركوا بالقناة. بحبكم كثير. ديروا بالكم.